بركان نهاية البشرية الذي سيدمر ويبيد الأخضر واليابس وكل مخلوق حي على وجه البسيطة. صورة حقيقية من الجحيم المرعب المخيف على وجه الأرض حذرنا منه رسول الله في أحاديثه، خامل منذ مئات السنين وقد يثور في أي لحظة في السنوات القادمة، ليكون ثورانه علامة من علامات قيامة الساعة. وأي بركان سمعت أو لم تسمع عنه هو بمثابة نزهة صيفية مقارنة به. قامت على فوهته واحدة من أعظم المدن العربية، إنه بركان عدن، أكبر بركان خامل على وجه الأرض. تكون نتيجة انفجار بركاني عظيم انفجر من قلب البحر قبل ملايين السنين، يصل امتداده إلى لب ومركز الأرض فيخرج الجحيم الكامن بداخله. استمر ثورانه لعدة عقود، وبعد خموله أصبحت له فوهة مقعرة ضخمة جدا. ولك أن تتخيل من حجم ضخامة فوهة هذا البركان فقط تأسست عليه مدينة عدن التاريخية، ثاني أكبر مدن اليمن بعد صنعاء. لم يكن يعرف أحد أن مدينة عدن تقع على فوهة هذا البركان المرعب، حتى جاءت البعثة الملكية لعلوم البراكين في عام 1964 لتكتشف البعثة الاكتشاف الأخطر في تاريخ عالم البراكين، اكتشاف جعل أجسامهم تقشعر من الخوف والرهبة. أظهرت الأبحاث والاختبارات الجيولوجية وصور الأقمار الصناعية اكتشافا مرعبا. مدينة عدن بكاملها يقبع أسفلها وحش نهاية البشرية. غطاء لفوهة بركان عدن الضخم تضمن تقرير البروفيسور الإنجليزي رئيس البعثة الملكية مقارنة بين بركان عدن وبركان كراكاتو في أندونيسيا الذي انفجر عام 1883. اعتبره العلماء أقوى انفجارا بركاني في تاريخ البشر، تسبب في مقتل 36 ألف شخص، وسمع الناس نوء انفجاره على بعد 5000 كيلومتر. دخان بركاني عظيم ورماد حجب ضوء الشمس عن الكرة الأرضية لمدة أسبوع، بث الرعب في قلوب البشر من هول الانفجار. حمم بركانية ملأت الأرض تدمر الأخضر واليابس، أطلق العنان لموجات ضخمة من التسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الكائنات الحية. ليقدر العلماء قوة انفجاره ما يوازي 100 قنبلة هيدروجينية، ليظهر ضعف الإنسان وقلة حيلته أمام غضب الطبيعة. جحيم لا يمكن وصفه. وأنهى البروفيسور تقريره بأن جحيم بركان كراكاتو ما هو إلا ألعابا نارية مقارنة ببركان عدن. دراسة تؤكد معجزة إلهية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اكتشفها العلماء بعد دراسات وتطور علمي في القرن الماضي فقط. ذكرت في حديث نبوي ذكر فيها 9 علامات. نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، أي تطرد الناس إلى محشرهم. قوة بركان عدن هائلة جدا، قادرة على تحويل البحر إلى حمما بركانية وزلازلا مدمرة تضع الكون في مسار نهايته. فسبحان الذي أوحى إلى رسوله بأن هذا البركان الخامل سيكون آخر علامات الساعة. ولا نملك إلا أن نقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم.